سنة 1689 اكتشف الفيزيائي دينيس بابن فكرة الطلمبات الطاردة المركزية بمفهومها الحالي، والنهاردة هي أكتر الطلمبات المنتشرة في العالم كله، وتاني أكتر معدة انتشارا بعد المحركات. مبدأها بسيط، السائل هيكتسب طاقة حركة عن طريق المروحة، وبعدين طاقة الحركة هتتحول لضغط لما السائل يمشي في الكيسنج وفي المواسير. لما تيجي تبص على الطلمبة بص عليها كجزء من منظومة بتشمل ليكويد سبلاي أو مصدر السائل، وسكشن بايبس اللي هي خطوط السحب، والبامب والموتور، والديسشارج لاينز او خطوط الطرد. وزي ما هنشوف في فيديوهات جايه باذن الله، كل جزء من المنظومه دي ليه تاثيره. الطلمبات تقدر تقسمها عيلتين، بوزيتيف ديسبيسمنت بامبس وسنترفيوجال بامبس. السنترفيوجال بامبس او الطلمبات الطارده المركزيه هي الاهم والاكثر انتشار، فتركيزنا هيكون عليها. اول حاجه بتيجي في دماغنا مع البامب هي الامبيلر او المروحه. الامبيلر بدورانه بيدي للسائل سرعه، وبعدها السائل وهو في الكيسنج او جسم الطلمبه سرعته بتقل وضغطه بيزيد. يعني تقدر تقول ان وظيفة الكيسنج الرئيسية انها تقلل سرعة السائل وتحولها لضغط. فمثلا هنا الكيسنج دي جاية بفوليود ديزاين عشان يقوم بالتحويل ده، وهتلاحظ ان المساحة بتضيق في الاول، وكل ما تتحرك ناحية الطرد المساحة بتزيد. طيب تعالوا نبص على الشكل اللي قدامنا ده، هتلاقي ان طلمبات الطاردة المركزية نقدر نقسمها لراديال فلو بامبس وميكسد فلو واكسيال فلو بامبس. طيب يعني ايه التصنيفات دي؟ ده تصنيف بناء على مسار الفلو او مسار التدفق خلال ريش المروحه. يعني مثلا لو كان التدفق قطري، او تقدر تقول الفلو بيدخل من اتجاه ويخرج عمودي، فالطلمبه هتكون راديال بامب. ولو كان التدفق محوري، يعني بيدخل ويخرج تقريبا في نفس الاتجاه، فالطلمبه هتكون اكسيال بامب. اما لو خليط بينهم فالطلمبه في الحاله دي ميكسد بامب. وللعلم الراديال فلو والميكسد فلو هي المنتشره اكتر. طيب بص معايا كده على التشارت دي، المخطط ده هيبين لك ليه في انواع كتير من الطلمبات، لان التصرف والرفع بيختلف حسب حاجه كل ابلكيشن، فكان لازم انواع كتير من الطلمبات تحقق رينجات مختلفه من الفلو والهيد. فمثلا قدامنا الطلمبات الراديال بتحقق هيد اعلى من الطلمبات الميكسد او الاكسيال، وفي نفس الوقت الطلمبات الاكسيال والميكسد هتديك فلو اكبر من الراديال. وطبعا المالتي ستيج راديال هتديك قيم هيد اعلى بكتير، بما انها مالتي ستيج بامب، يعني طلمبه متعدده المراحل. قبل ما نتكلم اكتر عن تصنيفات الطلمبات، خلينا نتكلم عن characteristics of pump performance curves او خصائص منحنيات اداء الطلمبات. منحنى اداء الطلمبه باختصار بيتكون من مجموعه منحنيات. على الخط الافقي هتلاقي تدريج الفلو او التصرف، والتدريج الرأسي هيوريك قيم الهيد او الرفع، وده شكل منحنى التصرف والرفع او QH curve. وهتلاقي برضو منحنى الكفاءة ومنحنى الباور، وتحت خالص منحنى NBSH. والمنحنى بالأحمر فوق ده منحنى النظام أو سيستم كيرف، اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في سلسلة شرح السيستم كيرف، واللي عرفنا فيها ان تقاطع منحنى أداء الطلمبة مع السيستم كيرف هو اللي بيديك نقطة التشغيل اللي الطلمبة هتشتغل عندها. وكل منحنى من دول اتكلمنا عنه قبل كده، سواء تصرف أو رفع أو كفاءة أو NBSH. وطبعا خليك فاكر ان كل ما كفاءة البامب تزيد كل ما الباور اللي بتسحبه يقل، والعكس صحيح. وبالنسبة للتصرف والرفع فالعلاقة برضو بينهم عكسية، كل ما هتفتح محبس الطرد عشان الطلمبة تديك تصرف اكبر فده معناه ان الرفع هيقل، والعكس صحيح. طيب احنا اتكلمنا فوق اننا بنقدر نصنف الطلمبات لراديال فلو وميكسد واكسيال فلو، لكن الحقيقة احنا نقدر نصنف الطلمبات باكتر من طريقة، مثلا من حيث عدد المراحل، مرحلة واحدة او متعددة المراحل، من حيث اتجاه عمود الدوران او الشفط، افقي او رأسي، يعني طلمبات افقية او رأسية، سنجل سكشن او دبل سكشن امبيلر. يعني مثلا الطلمبات المشقوقة افقيا اكسيال سبليت كيس بامبس كلها بتيجي بدبل سكشن امبيلر، والطلمبات طرفية السحب او اند سكشن بامبس بتيجي بسنجل سكشن امبيلر. عشان تميز الاند سكشن بامبس هتلاقي الزاوية بين السحب والطرد 90 درجة. الطلمبات الانلاين هتلاقي السحب والطرد على خط واحد زي ما باين من اسمها. الطلمبات سبليت كيس او المشقوقة فزي ما واضح برضو من اسمها بيكون جسم الطلمبة مشقوق، بحيث ترفع الجزء العلوي من الكيسنج واللي بيسموه الابوة، وتقدر تعمل صيانة للاجزاء الدوارة من غير ما تفك الطلمبة او المواسير. وبرضو في الطلمبات سبليت كيس بيكون السحب والطرد على خط واحد، عشان كده تقدر تعتبرها نوع من انواع الطلمبات الانلاين. طبعا الطلمبات السبليت كيس اغلى من الطلمبات الاند سكشن وعمرها اكبر، لان الديزاين بتاعها بيكون روبست اكتر او متين اكتر. الطلمبات السبليت كيس بتصنف من الطلمبات البتوين بيرنجز او BB، بمعنى ان العمود بتاعها قاعد على كرسيين تحميل او تو سايد بيرنجز، في حين ان الطلمبات الاند سكشن بتصنف انها اوفر هانج بامبس او OH، بمعنى ان العمود ليه بيرنج من ناحيه واحده او قاعد على كراسي تحميل من ناحيه واحده.
بس في ملحوظه كده بخصوص الطلمبات المشقوقه، احنا عندنا اكسيال سبليت كيس وراديال سبليت كيس. ايه الفرق بينهم؟ احنا اتعودنا نقول على الطلمبات المشقوقه افقيا انها هي بس سبليت كيس، لكن في الحقيقه كل الطلمبات لازم الكيسنج بتاعها يكون مشقوق بطريقه ما. بس عشان نحدد هي اكسيال ولا راديال سبليت لازم نبص على محور دوران العمود او اكسس اوف روتيشن. لو اتجاه الشق عمودي على اتجاه محور دوران العمود يبقى كده الطلمبه دي او الكيسنج دي راديالي سبليت كيسنج. اما لو اتجاه الشق موازي لاتجاه محور الدوران يبقى النوع ده ايه بالظبط؟ اكسيال سبليت كيسنج. ودي طلمبات السبليت كيس العاديه والمعروفه واللي قلنا عليها من شويه. ولما بيتقال سبليت كيس عموما من غير ما يحدد فبتكون هي دي الطلمبات المقصوده. وزي ما في انواع مختلفه للكيسنج في كمان انواع كتيره للامبلر او المراوح. فمثلا اول حاجه زي ما قلنا من شويه ففي مراوح سنجل سكشن وفيها سائل بيدخل امبلر اي من ناحيه واحده، وفي مراوح دبل سكشن وفيها السائل بيدخل من الناحيتين. الدبل سكشن امبلر كانك جبت مروحتين سنجل سكشن وحطيتهم في ظهر بعض. عيب السنجل سكشن امبلر بتاع طلمبات الاند سكشن ان القوى الهيدروليكيه المؤثره على جنبين المروحه غير متزنه، ولكن ليها ميزه مهمه جدا وهي ان تصميمها بسيط. لكن المراوح مزدوجه السحب او الدبل سكشن امبلر بتاع طلمبات الاكسيال سبليت كيس فيها فتحه سحب من الناحيتين، بالتالي القوى الهيدروليكيه على جنبين المروحه متزنين. كمان السحب المزدوج ده بيساعد على تقليل ضغط السحب اللازم للطلمبه، وبالتالي اداء افضل وعمر اطول للطلمبه. طيب المراوح نقدر نصنفها طبقا لايه تاني؟ المراوح بتيجي باشكال كتيره زي ما قلنا، فمثلا ممكن نصنفها حسب التصميم الميكانيكي وليها 3 انواع. اوبن امبلر وفي بتكون الريش لوحدها، طبعا بتكون ضعيفه وبتتاكل بسرعه، عشان كده هي مناسبه للطلمبات الصغيره خصوصا اللي بتتعامل مع سوائل فيها الياف او كده. النوع الثاني سيمي اوبن امبلر وهو اوبن امبلر عادي بس في ظهره شراود او غطا. النوع الثالث كلوزد امبلر وده اشهرهم، وفيه شراود او الغطا مغطي ريش المروحه من الناحيتين. وفي انواع تانية كتيره للمراوح، فمثلا طلمبات الصرف بما انها بتتعامل مع سوليدز او اجسام صلبه باحجام مختلفه فهتلاقيها احيانا بتيجي بمراوح زي سنجل تشانل امبلر، دبل تشانل امبلر، وفي كمان 4 تشانل امبلر، وطبعا فورتكس امبلر وغيرهم. بس كده، ده كان فيديو عن تصنيف الطلمبات. اتمنى تكون الصوره واضحه، ولو في اي استفسار او اضافه سيبوها لي في التعليقات. سلام.